تشوفوا فاليوم كنعيشوا اطوار الدوره الثانيه من دوري الصداقه. هذا الدوري في كره قدم مصغره اللي كيعيش السنه الثانيه ديالو من بعد السنه الاولى اللي كانت تحت اسم الصحفي الراحل عادل الوريغلي الطويل رحمه الله. الدوره هذه كتعرف او كتسمى باسم دوري الصداقه. كتشهد مشاركه فرق من كتمثل صحفي مدينه طنجه، بالاضافه الى فرق كتمثل صحفي مدينه تطوان، وفريق اخر لممثلي الصحافه الوطنيه، وفريق للمصورين الصحفيين. كيف هذا الدوري هذا الاسم ديالو كيبين عليه، فراه دوري الصداقه والهدف الاساسي منه هو تمتين اواصر الصداقه بين الصحفيين سواء اللي في مدينه طنجه وتطوان وكذلك الصحفيين او مراسلي المنابر الوطنيه. اذا بدعوه كريمه من جمعيه الاعمال الاجتماعيه للصحفيين الشباب، الاخوان الصحفيين ديال تطوان على راسهم اتحاد المقاولة العالمي بتطوان، وكذلك الجمعيه المتوسطيه للصحافه الرقميه، لبت هذه الدعوه هذه الكريمه باش ان ينازل الفريق ديال الصحفيين الشباب ديال تطوان، ينازل الفريق ديال طنجه. للاسف النتيجه ما كانتش في الصالح ديالنا، ولكن الحمد لله كنقولوا للفريق الطنجاوي مبروك الفوز. ان شاء الله في الروتور انه يكون شي نتيجه مزيانه في الصالح ديالنا. كنشكروهم وكنباركوا لهم هذا العرس الرياضي ديال دوري الصداقه، وتحياتي لهم وشكرا. سعداء بالمشاركه في دوري الصداقه المنظم من طرف جمعيه الصحفيين الشباب، جمعيه الاعمال الاجتماعيه للصحفيين الشباب بمدينه طنجه. نحن كصحافه محليه بمدينه تطوان شاركنا مع زملائنا في هذا الدوري ديال الصداقه، اللي هو في الحقيقه دوري مهم جدا، واللي كيقرب الصحفيين بجهه الشمال من بعضهم، وكيخلينا نتلاقاو الزملاء ديالنا هنا في مدينه طنجه، لان مهنه الصحافه ماشي فقط الخدمه وفقط والبحث عن الاخبار، ولكن هي ايضا تنسيق وتعاون. وفي هذا الاطار هذا كيجي هذا الدوري اللي كنشكروا زملائنا في طنجه على حسن الاستقبال وعلى حسن التعامل وحسن الترحيب اللي لقوا به الصحفيين اللي جاوا من مدينه تطوان. نتمنى ان تكون هناك مبادرات مثل هذا الدوري هذا سواء في تطوان او في طنجه لمزيد من التنسيق والتعاون ما بين الزملاء في طنجه والزملاء في مدينه تطوان. اولا كنشكروا الاخوان اللجنه المنظمه على هذا الدوري ديال الصداقه. بالمناسبه باش ما تفوتنيش المناسبه انني نترحموا على واحد الزميل ديالنا اللي افتقدناه، في اللي كانت مناسبه اننا انطلق بالاسم ديالو اللي هو الاخ والزميل عادل طويل. وكما كتشوفوا المبادرات بحال هيدا الاخوان الزملاء الصحفيين وخاصه اللي جاونا من تطوان ومن جهه ديال طنجه، هذه فرصه اننا يكون اسم على مسمى دوري ديال الصداقه. وكما كتقولوا الجو ديال ما عندناش، المهم ماشي هو شكون غالب وشكون مغلوب، كل شيء غالب. المهم هو اسم كما قلت، اسم على مسمى، هو دوري ديال الصداقه. نتمنى انها تكون صداقه بين الاخوان الزملاء الصحفيين. صراحه كنا سعداء يعني المشاركه في هذا الدوري اللي منظم من طرف الاخوان ديالنا وكذلك صحفيين بجهه مدينه طنجه، بكل صراحه من اجل خلق هذه الروابط، العلاقه الاخويه. كذلك الدوري صداقه في نسخته الثانيه اليوم شاركنا، وفي البدايه يعني كنشكروا الاخوان ديالنا في مدينه طنجه على حسن الترحيب وكذلك الاستقبال، حتى من ناحيه تنظيميه بكل صراحه يعني كلمه شكر. وكنتمنوا يعني هذه الروابط وكذلك هذه العلاقات الاخويه يعني سواء المهنيه او الصحافه، يعني دائما من اجل خلق روابط وتعاون افضل في جهه الشمال. فاحنا سعداء بهذا الدوري. اولا كنرحبوا بالزملاء صحفيين مدينه تطوان، مرحبا بكم معنا في طنجه. كما كتعرفوا هذا الدوري كان السنه الماضيه كيحمل الاسم ديال عادل الوريغلي الطويل، الزميل والاخ والصديق اللي غادرنا قبل سنتين في الحادث الاليم في جبل موسى. بهذه المناسبه كنحاولوا ما امكن ان الذكرى ديالو تبقى دائما مرسخه في الدين ديالنا، ويبقى دائما يعني كنتفكروه دائما. وهذه مناسبه باش ان عاوز مناسبه باش الاصدقاء والزملاء الصحفيين كيتجمعوا فيما بيناتهم وكيجوزوا واحد الامسيه مزيونه في كره القدم، كينشطوا. وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يجدد الرحمات على الاخ عادل الوريغلي الطويل في هذا النهار هذا. ومرحبا بكم مره اخرى.